هل يستعد مانشستر سيتي لصفقة تاريخية مع نجم مغربي شاب؟ وهل يقترب حكيم زياش من مغادرة غراتاساراي؟ اكتشفوا التفاصيل المثيرة حول أبرز انتقالات اللاعبين المغاربة، وتابعوا قصة آدم أزنو التي أبهرت الجماهير. مرحبا بكم في قناة الخبر. اليوم لدينا أخبار حصرية ومثيرة عن أبرز النجوم المغاربة في الملاعب العالمية. تابعونا حتى النهاية لمعرفة كل التفاصيل. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ بالخبر الأول. مانشستر سيتي يتطلع للتعاقد مع المغربي عمر الهلالي. أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اهتماما كبيرا بالتعاقد مع المدافع المغربي الشاب عمر الهلالي، نجم فريق إسبانيول الإسباني الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم في الدوري الإسباني. يأتي هذا الاهتمام في وقت يعاني فيه السيتي من النتائج السلبية، حيث تعرض لتسع هزائم في آخر مبارياته، ما دفع النادي إلى البحث عن تعزيزه بلاعبين شباب لإعادة التوازن. اهتمام النادي بعمر الهلالي ليس جديدا، إذا بدأت المفاوضات منذ أكتوبر الماضي حين كان الفريق في حالة إيجابية. وأشارت تقارير موقع تريبال فوتبول إلى أن النادي يرى في الهلالي خيارا مثاليا لخلافة كايل ووكر الذي يقترب من إتمام عامه ال35 في مايو المقبل. ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، يعد الهلالي من أبرز الأسماء المرشحة لتعزيز دفاع الفريق الإنجليزي. في جانب آخر، خطف الهلال الإنذار بتصريحاته المميزة في مقابلة صحفية مع إحدى الصحف الإسبانية، حيث أكد أنه وعائلته لا يحتفلون بأعياد الميلاد، مفضلين الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى فقط. كما أشار إلى أن السوار الذي يرتديه في مبارياته يعبر عن تضامنه مع القضية الفلسطينية ويحمل عبارة تحرر فلسطين. الهلالي الذي توج مع المنتخب المغربي الأولمبي بكأس إفريقيا قد يكون خيارا مستقبليا للمدرب وليد الركراكي لتمثيل المنتخب الأول، خاصة مع الإمكانيات الكبيرة التي أظهرها في مسيرته. حكيم زياش يقترب من الرحيل عن غلاتا سراي وسط تطورات مثيرة. يتواصل الحديث عن مستقبل النجم المغربي حكيم زياش مع فريق غلاتا سراي التركي وسط تسارع الأحداث حول اقتراب انفصاله عن النادي. فبعد استبعاده للمباراة الثانية على التوالي أمام قيصري سبور يوم الأحد، كشفت صحيفة فاناتيك التركية أن زياش قرر الرحيل بسبب عدم حصوله على راتبه البالغ 250 ألف يورو لأكثر من 4 أشهر، إلى جانب مستحقات توقيع العقد. وذكرت صحيفة فيشا خيس الإسبانية أن هناك احتمالية لإنهاء العقد بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وفي الوقت ذاته، تراقب أندية إيطالية مثل تورينو، كاليري، وكومو 1907 وفينيسيا، بالإضافة إلى أندية الإنجليزية أبرزها ويست هام يونايتد وإيسويتش تاون، وضع اللاعب عن كتب استعداد للتعاقد معه. كما أشارت تقارير أخرى إلى اهتمام بنفيكا البرتقالي بخدمات زياش، ومع ذلك يبدو أن غلاتاساراي مستعدة لتسهيل رحيل اللاعب إلى أي فريق يختاره، مما يجعل مستقبله مفتوحا على عدة خيارات خلال الفترة المقبلة. النصر السعودي يتراجع عن التعاقد مع يوسف النصيري. أفادت صحيفة اليوم السعودية أن نادي النصر السعودي أنهى اهتمامه بضم المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب فرا بختا التركي بعد دراسة الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات. وجاء قرار التراجع بناء على طلب مدرب ستيفانو فيولي الذي يفضل ضم مهاجم يتمتع بقدرة على التكييف مع أسلوب لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتعزيز قوة الفريق الهجومية. في المقابل، يواصل النصير العمل على استعادة مستواه مع فنربخشة بعد فترة من الانتقادات بسبب تراجع أدائه. ويبدو أن المهاجم المغربي بدأ يظهر تحسنا تدريجيا، مؤكدا عزيمته على تجاوز التحديات التي واجهها في الآونة الأخيرة. عاجل أدم أزنو يبهر المغاربة بخطوة تاريخية تجاه والديه. في موقف يعكس أسمى معاني البر والوفاء، قام النجم المغربي الشاب أدم أزنو بإهداء والديه رحلة لأداء مناسك العمرة. هذه المبادرة الإنسانية تظهر عمق امتنانه لوالديه وتقديره لدورهما الكبير في دعمه طوال مسيرته الرياضية. الخطوة لاقت إشادة واسعة من الجماهير المغربية التي عبرت عن إعجابها بأخلاق اللاعب الشاب، معبرة إياه نموذجا يحتذى به في بر الوالدين. وكتب أحد المشجعين تعليقا: الله يبارك فيه، فعلا مثلا يحتذى به. دعوة له بالتوفيق ولعائلته بعمرة مقبولة إن شاء الله.
هذا الموقف الإنساني يبرز جانبا مشرقا من شخصية آدم أزنو، ويؤكد على القيم الجميلة التي يحملها. هذه كانت أبرز الأخبار لليوم. شاركونا في التعليقات، من تتوقعون أن يكون الوجهة القادمة لحكيم زياش؟ وهل سيكون عمر الهلالي الصفقة المنتظرة لمانشستر سيتي؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم، ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله.